أوقات كتير جدا أنت بتكون موجود مع شخص موجود في حياتك. الشخص ده بتلاقي منه تصرفات بتحس إن التصرفات دي هو قاصد إنه يسيطر عليك بيها. زي مثلا اتقابلته في مكان معين فتلاقي نفسك مش مرتاح للمقابلة، مش مرتاح أول ما بتشوفه، ما بترتاحش أول ما بتسمع صوته، بتحس إنك ندمان على مكالمتك مع الشخص ده، بتحس إن في حاجات كتير جدا سلبية أو شعور سلبي كبير جدا بيحصل جواك أول ما بتشوفه، أول ما بتسمع صوته، أول ما بتتكلم مع الشخص ده، أو أول ما ترد على أي شات هو بيتكلم معاك فيه. زائد إنك بقيت بتخاف تغلط قدام الشخص ده لا يسيبك، لا يبعد عنك، بتخاف تغلط أو تعمل أي حاجة غلط يقولك خلاص مع السلامة، أو يعمل لك بلوك، أو يقولك أنت ما بقيتش تنفعني، ما بقيتش حابب أتكلم معاك. والأسلوب ده بيزعجك وبيضايقك جدا. زائد انك بتعيش في توتر كبير جدا جدا بسبب الاسلوب اللي بيستخدمه معاك، بسبب الطريقة اللي بيعاملك بيها، بسبب امور كتير جدا سلبية انت بقيت شايف انها عبء كبير جدا عليك. دايما الشخص اللي بيحبك وحابب ان يهتم بيك وحابب ان يعيش معاك وحابب ان يكمل معاك، سواء شريك حياتك أو سواء حد أنت بتحبه أو سواء صديق، أيا كان علاقتك بالشخص ده إيه، الشخص اللي بيحبك تلاقيه دايما بيحترم قراراتك، تلاقيه دايما بيحترم كل حاجة أنت بتعملها، بيحترم رغبتك، بيحترم أي قرار أنت بتاخده، بيحترم أي حاجة أنت بتحبها. لكن الشخص دايما اللي مش بيحبك تلاقيه دايما عايزك تعمل كل حاجة من دماغه. لا ده غلط، انا مش عايزك تعمل ده، لا انت مش خارجه راحه هنا، لا انت مش هتعملي كذا، لا انت مش رايح تنزل مع اصحابك، لا انت مش هتعمل كذا، انت هتعمل اللي في دماغي ولا اعمل لك بلوك، هتعمل كذا ولا اشيلك من حياتي خالص. ولو جيت انك ترفض او تقول له لا انا مش حابب اعمل الحاجه دي، انا مش حابب امشي في الطريق ده، يقول لك بس ستوب، انت ما بتحبنيش، انت مش عايزني. انت لو كنت بتحبني بجد كان زمانك عملت الحاجة دي، لو كنت بتحبني بجد ما كنتش رحت المشوار ده، لو كنت بتحبني بجد كنت هتسمع كلامي وهتسمع رأيي. بس هعمل ايه؟ انت ما بتحبنيش، انت مش عايزني. ولكن يا صديقي العزيز المتابع الجميل، ده اسلوب سيطرة، علشان نفسيا تبدأ تحس بالذنب، فنفسيا تبدأ تقول له خلاص انا موافق، هعمل لك اللي انت عايزه، ما تزعلش يا سيدي، سهلة وبسيطة. هو بشغل دماغه عليك مش اكتر من كده، ولازم انت كمان تشغل دماغك عليه علشان توقفه عند حده، وعلشان انت اللي تسيطر عليه، لمجرد انك سمعت اللي هقولك عليه ولمجرد انك فهمت كل خطوة هقولك عليها، يبقى بس هو بقى زي الكتاب المفتوح قدامك واتكشف قدامك بسهولة جدا. لما يحصل خلاف بينك وبين الشخص ده او بينك وبين النوع ده بالذات، والخلاف ده انت حاسس ان اتطور شوية، وحاسس ان الشخص ده عايز يقلب الترابيزة عليك ويقول لك ايه، هو انا بعد ما عملت لك كذا وكذا جاي عايز تبعد عني؟ جاي بتتهمني بان انا مش بحبك؟ جاي بتتهمني بان انا بسحب حريتك؟ جاي تتهمني ان انا بسجنك؟ جاي تتهمني ان انا بضغط عليك؟ جاي تتهمني ان انا بسيطر عليك؟ لا مالكش حق. ولكن لازم تكون فاهم ان ده نوع من السيطرة، علشان يخليك في النهاية تبدأ تخضع ليه وتبدأ تعتذر. ولكن انت هنا هتشغل دماغك بطريقة بسيطة جدا. لما تلاقيه بيقلب الترابيزة بالشكل ده او بيتكلم معاك بالطريقة دي، ابدأ قول له على فكرة أنا دايما بحس إن حريتي بتتسحب مني لما بتيجي تتكلم معايا بالطريقة دي، بحس إن حريتي بتتسحب مني لما تيجي تفكر بدالي في كذا، بحس إن حريتي بتتسحب مني لما تقولي مش هتعمل كذا أو مش هخليك تعمل كذا أو مش هتخرج النهاردة مثلا. وعلى فكرة أنت لو بتحبني بجد وحبك ليا صادق من جواك، أنت مش هتجبرني إن أعمل حاجة أنا مش عايزها، مش هتجبرني إن أروح مكان مش عايزه، مش هتجبرني أوافق على حاجة أنا مش عايزاها، مش هتجبرني. انت كده بتكون واضح مع الشخص ده وبتحط النقط على الحروف، زائد انك بتحط حدود للي هو بيستخدمه معاك، وبدأت تقول للشخص ده يا سيد الفاضل انا مش موافق على سيطرتك ليه، انا مش حابب انك تسيطر علي، انا مش حابب الطريقة اللي بتعاملني بيها. صعبة؟ هل ده صعب بالنسبة لك؟ هتقول لي ما انا خاف اعمل كده يسيبني ويبعد. تمام، هيغيب قد ايه؟ اسبوع؟ شهر؟ بس هيرجع وانت حاطط قيم ومبادئ في العلاقة انت ما عندكش استعداد انك تخسرها. يبقى يروح ولا ما يروحش؟ برافو عليك، يروح في 60 داهية،
يمشي 60 داهية. إذا كان الشخص ده مش هيحترمني، مش هيقدرني، مش هيبقى بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا يكون سبورت ليا ويدعمني ويكون واقف جنبي، ما يكونش هو سجاني، لا مع السلامة، مش عايزك. الشخص اللي يكون سبورت ليا على راسي من فوق، هتعب شهر، هتعب 2، هتعب 3، بس هفوق، هقف على رجلي، هبدأ بعد كده استثمر في نفسي واستثمر في حياتي علشان اوصل للهدف اللي انا عايزه. انما بقى جو ان انا احبس نفسي في علاقة واكون سجين علاقة وقاعد بالي مش مشغول في حاجة غير ان هو كلمني ما كلمنيش، رد ما ردش، عمل ما عملش، كل ده غلط. كل ده غلط. كل ده بيوديك لمرحلة انك تبدأ تضيع في وقتك، وبعد 3-4 شهور لما تبدأ تفوق من العلاقة، وكده كده هيحصل غصب عنك، وتبدأ تفوق من العلاقة دي، ايه اللي هيحصل؟ هتكون انت خلاص ورا، هيكون جالك مثلا بعد الشر امراض مزمنة، هتكون انت اكتئبت، هتكون بقيت ماشي بعلاج باستمرار. ليه؟ هل هو يستاهل؟ فكر معايا، هل الشخص ده يستاهل ان اخد علاج علشانه؟ هل الشخص ده يستاهل ان في حاجة من اعضائي تقف علشانه؟ هل الشخص ده يستاهل ان اسهر طول الليل دمعتي على خدي علشانه؟ فكر معايا، ليه انا بعمل كده؟ ليه انا بحط نفسي في حاجة زي دي؟ لو جيت وقلت لك بالراحة وبكل بساطة، في صديق ليك او صديقة ليك قعدت قدامك على الشезлونج مثلا، على كرسي، وبدأت تحكي لك بكل بساطة كل اللي انت بتمر بيه او كل اللي انت بتمر بيه، اول كلمة هتبدأ تقولها له هي ايه؟ برافو عليك، ما بيحبكش، ده عايز يسيطر عليك، اوعى تسمح له يعمل كده، اوعى تسمح له ان يمشي معاك بالطريقة دي. مش ده اللي انت هتقوله؟ طب انت بخيل على نفسك ليه؟ ليه بخيل على انك تمشي بالاسلوب ده مع نفسك؟ ليه ما بتدورش على ان كرامتك هو صندوق مقفول مستحيل ان حد يفتحه مهما حصل، واي حد يفتح الصندوق ده ويرمي كرامتك براه في 60 داهية، ترميه، تدوس عليه، تحطه تحت رجليك. انا كرامتي احسن من اي حد، وهو هيمشي وهتعب شهر، بس بعد كده يا سيدي الجميل هرجع لنفسي وهشتري نفسي وهبدأ أفوق وأقف على رجلي من أول من جديد. ما تزعلش مني إن أنا بنصحك، ما تزعلش مني إني بقول لك الكلام ده، بس أنت زي أخويا أو أنت زي أختي، وأنا بحاول إني أوصل لك المعلومة كأننا 2 يا سيدي قاعدين مع بعض في مكان واحد وبنتناقش مع بعض، علشان أكون الداعم الأساسي ليك في إنك تقف وتعدي أي مرحلة أنت بتمر بيها في حياتك بكل أمان وبكل سلام، من غير ما تحس انك لوحدك، لا، في حد في ظهرك وبيدعمك وموجود معاك، بس انت اسمع الكلام وركز فيه. الحاجة التانية، لما بتيجي تعمل للشخص ده حاجة معينة، خدمة معينة، قدمت له مثلا اهتمام كبير جدا، قدمت للشخص ده كل ما يقال عن الحب انت عملته في العلاقة، ولكن في النهاية بتلاقي الشخص ده وقت زعل وقت عتاب بينك وبينه بيجي يقولك ايه؟ انت ما عملتش حاجة، اللي انت عملته ده 1000 حد يعمله، انت ما عملتش على فكرة الحاجة الواو يعني. فبالتالي تلاقي الشخص ده بيحاول يقلل من كل حاجة انت بتعملها في العلاقة، وده مرفوض، وانا نفسيا ما ينفعش اني اقبل بحاجة زي دي، علشان انا ليا قيمتي وليا كرامتي. مشيت معاك مشوار كبير جدا، قدمت لك خدمات كتير جدا، عملت لك كل حاجة في العلاقة وكل ما يدل على ان انا بحبك، بموت فيك، بعشقك، انت كل حاجة بالنسبة لي، ولكن في النهاية انا لقيت يا صديقي الجميل كارثة. لقيت نفسي بيتقل مني، لقيت بيتقال لي ان انت ما عملتش اي حاجة. طب يا سيدي فين المشاوير والخدمات والفلوس والعلاقة والكاني والماني؟ كل ده راح فين؟ بلح، ما بقاش موجود. وتلاقيه بيعاملك معاملة كأنك بالنسبة له عدو كبير جدا، وبيكلمك بجرأة كبيرة جدا وبكل بجاحة، انت ما عملتش كذا وانت وانت وانت، ويفضل يقلل منك طول الوقت. طب انت عندك فكرة هو بيعمل كده ليه؟ هل فكرت قبل كده هو بيقلل من كل حاجة انت بتعملها ليه؟ علشان يحاول ان يخلي ثقتك في نفسك تقل، ويخليك ما تبقاش شايف نفسك، ويخليك كمان عايز تقدم اكتر واكتر واكتر وتبادر اكتر واكتر واكتر،
علشان يحبك ويشوفك ويبدأ يقتنع انك بتحبه، ولكن انت كده كده اصلا ما بتلاقيش اي حاجة. مهما قدمت حب، مهما قدمت اهتمام، مهما عملت، برضه هو مش شايف وبرضه هو مش مقتنع. وده شعور بيعذبك انت من جواك، وبيخليك طول الوقت عايش في قلق وتوتر وخايف، وبتفضل تحس وانت نايم وانت في شغلك وانت في اي مكان انك ممكن لما تيجي تتصل عليه في اي وقت تلاقيه عمل لك بلوك. الموضوع ده يفضل في دماغك كتير جدا، وتفضل تتخيل رحلة البلوكات دي ممكن تحصل لك كل يوم كل يوم كل يوم. وده عذاب كبير جدا، إرهاق كبير جدا، لا انت قده ولا هتحبه ولا هتستحمل الإحساس ده على المدى البعيد. لأن أول ما يجي يعمل بلوك حقيقي وأول ما يجي يبعد عنك بجد، نفسيا انت هتنهار. ولو كان المفروض انت تتلحق في شهر، هتتلحق في 4 5 6 شهور. والعلاقة دي هتسيب جواك علامة مؤذية او جرح كبير جدا جدا عمرك ما هتنساه، غير لما يكون معاك حد شاطر يساعدك في انك تخرج من الموضوع ده بسهولة جدا. وانا في ظهرك ومعاك ومستعد لأي مرحلة انت موجود فيها ومحتاجني فيها، انا هكون موجود معاك فيها. بس المهم انك تحط ايدك في ايدي وتعدي المرحلة دي على خير بعون الله تعالى. هقول لك على حاجة بسيطة. اول ما تلاقي الشخص ده بيحاول يقلل منك في اي حاجة انت بتعملها، رد بسيط. لما تلاقيه بيحاول يقلل منك في اي حاجة انت بتعملها، ابدأ قول له ايه؟ ده رأيك وانت حر فيه، انت شايف كده تمام، مفيش مشكلة عندي خالص، ولكن ده ما يلزمنيش، ده ما يهمنيش، انا اللي عليا بعمله. في فرق كبير جدا ما بين انك تروح تقول لواحد على فكرة انا بعمل اللي عليا، على فكرة هو ده اللي عندي، لو عجبك اهلا وسهلا، مش عجبك شوف انت عايز تعمل ايه واعمله. ركز معايا، شوف الرد ده. ورد تاني، انا اسف، طب اعمل لك ايه عشان ترضى عني؟ طب اعمل ايه علشان تحبني؟ انا تعبت جدا من الاسلوب اللي بقدمه لك، وتعبت جدا من كل حاجة انا بعملها علشانك، وتعبت جدا من التصرفات اللي بقدمها لك، وانت مش شايف، انت مش حاسس، انت مش عايز تفهم ان انا بحبك، ان انا بموت فيك، ان انا بعمل كل حاجة علشانك، وانت زي ما انت مش فاهم اي حاجة. جرب كده تقارن ما بين ده وما بين ده، جرب تشوف انهي هيجيب نتيجة. الطريق ده هو اللي يجيب نتيجة، مش الضعف، مش الانهيار، مش العتاب، لا، القوة، الشجاعة، انك ما تتهزش، انك تكون قوي، انك تقف على رجليك، انك تبيع، انك تكون مبين ان انا عندي رجل بره العلاقة ورجل جوه العلاقة. مجرد ما تقول اي كلمة او تعمل اي حاجة ما تعجبنيش، هشيل رجلي من جوه العلاقة واسيبك وامشي. طول ما انت مبين الاسلوب ده هيتمسك بيك وهيجري وراك وهيعمل المستحيل علشانك. افهمني، اقتنع بكلامي، صدقني، جرب، عمرك ما هتندم. تالت حاجة، تلاقي الشخص ده دايما عايز يبعدك عن الناس اللي موجودين حواليك. يجي يطلع لك مشكلة مثلا في عيلتك، يطلع لك مشكلة في أقرب الناس ليك، يطلع لك مشكلة في الصديق اللي موجود معاك من الطفولة. المهم إن يحاول يبعدك عن الناس دي، حتى لو أنت ما قدرتش تبعد عنهم. تلاقيه بكل سهولة يبين لك فيهم عيوب، تلاقيه بكل سهولة يحاول إن يقول لك على فكرة أنا بحبك وخايف عليك، فلو سمحت ما تخرجش معاهم، لو سمحت مالكش علاقة بيهم، لو سمحت ما تخرجش معاهم غير لما تقولي، لو سمحت ما فيش مروح عند أهلك غير لما تعرفيني، ما فيش كذا ما فيش كذا غير لما أعرف أنا الأول. فنفسيا هو برضو ذكي، بيشغل دماغه علشان خاطر يخليك تشك في كل الناس اللي حواليك، حتى لو أنت في البداية ما اقتنعتش، وحتى لو انت في البداية شايف ان كلامه مش مقنع او هو عايز يبعدنا عنهم، او هو مثلا حتى لو انت شايف الرؤية اللي انا بشرحها لك دي انت شايفها بعينيك ومقتنع بيها جدا، بس العيار اللي ما يصيبش يدوش. فتلاقي نفسك مع اصدقائك مثلا اللي بينتقدهم، تلاقي انت بتشك فيهم، بتشك في تصرفاتهم. مع اهلك مثلا بتشك في تصرفاتهم، بتركز معاهم قوي، لحد ما تيجي مثلا على حتة كده معينة بعد ما يستخدمها مثلا كذا مرة حد من اصدقائك، وتبدأ تقول انت بتعمل ايه؟ انت بتكلمني كده ليه؟
انت بتتعامل معايا كده ليه؟ انت بتتصرف معايا بالاسلوب ده كده ليه؟ تكلم مثلا حد من اخواتك او حد من قرايبك، لو سمحت ما تتعاملش معايا بالاسلوب ده تاني، ما تكلمنيش بالطريقه دي تاني. مع العلم هم بيعملوا كده من زمان وانت ما كنتش شايف، لانك كنت بتعدي لانك بتحبهم وبيحبوك. بس لما اتزرع جواك الشك، الشخص ده خلاص حطك في طريق انك تبعد عنهم، تتخانق معاهم وتسيبهم وهم يزعلوا منك ويبعدوا عنك هم كمان، علشان نفسيا تبقى لوحدك. نفسيا تفكر بقى بدماغه، تعيش بقى بدماغ الشخص ده، بنظرة الشخص ده. مفيش طلوع، مفيش نزول، مش هتعملي كذا، مش هتودي كذا، مش هتجيبي، مش هتروحي هنا، تفضلي قاعدة في البيت زي ما انت. لو خرجتي اللي بينا انتهى، لو ما عملتيش كذا اعملي حسابك هسيبك وابعد عنك. ما هو مفيش بقى خلاص اللي يقنعك ويقولك ده بيضحك عليك، مفيش اللي يقنعك ويقولك ده بيتسلى بيك، مفيش اللي يقف جنبك ويحط ايده في ايدك علشان خاطر يخرجك من العلاقة دي او ينقذك من الشخص ده. كل ده مش موجود. على سبيل المثال، الشخص ده لما كان موجود في حياتك وانت طول الوقت مثلا بتكلمه، انا مع اصحابي، انا خارج، انا بعمل كذا، انا واصحابي بنعمل كذا، النهارده انا عند اهلي بنضحك وبنهزر ومش عارف ايه، ده يضايقه جدا. فبالتالي لما يبعدك عن ده، انت مش هتفكر غير فيه، مش هتتصرف غير بدماغه، مش هتشوف اي حاجة غير بعينيه هو وبس، مش هتاخد اي رأي ولا اي فكرة ولا اي قرار غير بدماغه هو وبرأيه هو وبأفكاره هو وبس. فبالتالي هو كده بقى ماسكك، مش هتقدر تبعد عنه ولا هتقدر تسيبه، لانك اتعلقت بيه بشكل كبير جدا، وما بقتش شايف اي حد من المجتمع اللي حواليك غيره هو وبس. لو جينا نقول ان في مثل احنا بنشوفه للأسف الشديد على ارض الواقع، بنت جميلة لذيذة متعلمة بشكل كبير جدا، البنت دي تلاقيها بكل بساطة ماسكة في واحد بيشرب مخدرات، بيشرب سجاير، مش منتبه، شاب كده عايش حياته مع احترامي لكل الناس، مش بيشتغل شغلانة كويسة او مش بيشتغل عامة اصلا، وتلاقي الشخص ده الفلوس اللي بيجيبها بيحطها في المخدرات وبس، وهي بحبه يا بابا، بحبه يا بابا، عايزاه يا بابا، عايزاه يا بابا، هو سندي، هو حياتي، هو جوزي، هو وهنتحر وهعمل لو ما خدتوش. حلو، كمية طاقة وكمية حب كبيرة جدا موجودة داخل الإنسانة دي. تمام؟ طب ده ليه؟ علشان هو اتحكم فيها، علشان هو خلاها مغيبة، مش شايفة أي حد غيره بس. ولكن ساعة ما تواجه الواقع وساعة ما تواجه الحقيقة، أول ما بتدخل بيته وأول ما تعيش معاه على أرض الواقع في بيت واحد، اللي بيحصل بتكتشف اللي ما كانتش شايفاه، بتكتشف اللي بابا حاول يوريه لها، بتكتشف اللي ماما حاولت تبينه لها، بتكتشف حاجات كتير جدا هي ما كانتش مكتشفاها اصلا. فبالتالي تبدا تعيط، والحقوني انا بتضرب، انا مش عارف ايه، انا عايزه اتطلق، انا هخلعه، المهم اخرج من حياته. وتخرج من حياته وهي شايله عيل او 2 أو 3 على ايديها. طب ليه؟ تقولك انا ندمانه، انا كنت غبيه، انا ما بفهمش، انا كذا انا كذا، وتخلف عيل و2 و3 عندهم اضطرابات نفسيه من العذاب اللي كانوا شايفينه او من البيئه اللي كانوا عايشين فيها. طب ليه احنا نحط نفسنا في مرحلة زي دي؟ علشان احنا بندخل في مرحلة اللاواقع، بنعيش بمشاعرنا، بنعيش بالعاطفة اللي موجودة جوانا فقط لا غير. فدايما أي إنسان حتى في البيزنس، أي إنسان في مرحلة الحرية المالية تلاقيه بيمشي بالعاطفة ما بينجحش. ليه؟ لأن أي فلوس بتيجي معاه بيصرفها، أي فلوس بتيجي معاه بيديها لده، بيديها لده، بيديها لده، ماشي بمشاعره بس. لكن الإنسان اللي دايما بيراقب هو بيصرف إيه، بيراقب الفلوس اللي بتخرج والفلوس اللي بتدخل، بيراقب الفلوس اللي بتجيله والفلوس اللي بيديها لده ويديها لده ويديها لده، هصرف ده هنا ليه، هحط فلوسي دي هنا ليه. أول ما بيجيله قبض كل بداية شهر يبدأ يقول 5000 أو 2000 أو 3 دول أنا هاخدهم وهعينهم علشان استثمر بيهم بعد 6 شهور، بعد 7 شهور في أي حاجة حتى لو صغير، أجيب ملابس وابيعها، استثمر في اي شيء، اي اكسسوارات، اي حاجه استثمر فيها. فالشخص ده بينجح جدا. ليه؟ لانه مش ماشي بالعاطفه،
مش ماشي بمشاعره، مش ماشي ورا عقله اللاواعي. حتى في العلاقات العاطفية لما بتمشي انت كمان ورا عاطفتك، ورا مشاعرك بدون عقلك الواعي، انت بتغرق بدون ما تراقب تصرفات الشخص ده وتراقب هو تصرفه ده معناته ايه، بيحبني ولا ما بيحبنيش، هو كده ما بيحبنيش يبقى انا مش هكمل. لا، انت لو مشيت ورا العاطفة وبدأت تقول بكرة يتغير، بكرة يبقى احسن، بكرة يبقى كويس، بكرة هتندم وهتخسر وحياتك هتتدمر. لكن في كل شيء في حياتنا لازم نشغل ده، ولازم نمشي بواقعية، ولازم نمشي بعقل. بيتجاهلني خلاص اتجاهله، بيقلل مني ابدا اقول له لو سمحت ما تقللش مني، ولو سمحت تصرفك وتصرفك وتصرفك ما عديش، لان لو عديت هيتمادى. لكن لو بدأت ان اقول له ده ما يعجبنيش، ولو كررها مرة تانية ابدا ابعد او ابدا اتجاهل او ابدا ابين ان انا مش عايزك، او ان انا مشغول، او ان انا عندي حياتي خارج مع اصحابي كذا كذا، او مثلا الحاجه اللي هو بيمنعني منها ان ما اخرجش مع فلانه وفلانه وهم كويسين مش وحشين بس هو مش عايزني اخرج معاهم، ابدا بكل بساطه اخرج واروح واجي واعمل اللي انا عايزه، واكسر القواعد اللي هو قايل لي عليها، اللي هو بيتحكم فيا من خلالها. واحده مثلا عقليتها مش تمام وتروحي تخرجي تقولي لا انا لازم اسمع كلام مش عارف ايه واروح، لا، احنا بنتكلم على الناس المحترمه، الناس اللي في حياتك اللي بيحبوك وبتحبيهم. قال لك مثلا ما ينفعش تكلمي محمود فتروحي لا انا لازم اكلم محمود، لا، انا بتكلم عن المحيط الاجتماعي بتاعك، الناس اللي بتحبيهم وبيحبوك، اهلك وده وده عامه. ما تسمحش للشخص ده ان يقلل منك، لازم يبقى فيه وقفه علشان خاطر توصل للمرحله اللي تسيطر على الشخص ده من خلالها وتقول له انا صاحي وفايق وعارف انت قصدك ايه كويس. اخر حاجه، استخدم مع الشخص ده اسلوب الضبابيه. اسلوب الضبابيه ده عامه لما يجي الشخص ده يقول لك مثلا اعمل كذا او هات لي كذا او ساعدني في كذا، وانت مثلا مش عارف تقول له لا ازاي، علشان عارف انك لو قلت لا ممكن ان يبعد عنك، ممكن يعمل لك بلوك، ممكن مثلا يسيبك ويبعد عنك، وانت مش عايز تعيش المرحله دي. فبكل بساطه وبكل ذكاء ابدا قول للشخص ده تمام حاضر عينيا ليك مفيش مشكله، بس انا عندي مشكله بسيطه اخلصها وهبقى معاك، تعالي نتقابل بكره وانت مش عايزه تروحي وخايفه تقولي له لا مثلا، تمام عينيا حاضر مفيش مشكله، هيبقى الساعه كام؟ الساعه كذا، تمام، بس انا بكره عندي مشوار مهم جدا، او انا عندي ظروف مش هينفع بكره، ممكن نخليها مثلا بعد كده. المهم انك بتبين الموافقه وبتبين انك مقتنع وتمام مفيش مشاكل، وبعد كده بتطلع باي حاجه. هيجي يقول لك انا مسافر مثلا الاسبوع الجاي، ايه رايك نسافر مع بعض؟ تمام مفيش مشكله كويس جدا، بس في مشكلة، أنا الأسبوع الجاي مش هبقى فاضي خالص، ممكن نخليها أول ما أفضى كده أقول لك ونتفق ونبقى مع بعض، مفيش عندي مشاكل خالص، علشان أنا عندي ظروف مالية، عندي مشاكل في حياتي، عندي كذا عندي كذا، فأنا هحاول وأشوف وأرد عليه وأقول لك هنعمل إيه. قال لك مثلا أنا عايز منك خدمة معينة، تمام مفيش مشكلة بس هشوف ظروفي الأول وأعرفك. طب تعال نسافر مع بعض، تمام مفيش مشكلة هشوف ظروفي الأول وأعرفك. أنا عايز مثلا نتقابل في مكان معين، أوكي مفيش مشكلة يا سلام، تمام والله بس هشوف ظروفي الأول وأعرفك. بس شغلت دماغك، أنت اتحكمت فيه. كل ما يطلب طلب وأنت تستخدم الأسلوب ده معاه، الموضوع ده هينرفزه جدا، والموضوع ده هيخليك تتحكم فيه بشكل كبير جدا. ليه؟ دايما كل ما كانت الحاجة بعيدة كل ما كان هو هيجري وراها، وكل ما كان هو هيقرب عليها، وكل ما كان هو هيكون حابب ان يتحكم فيها، ولكن انت هتكون فاهم ومش هتديه الفرصة المناسبة. اتمنى من كل قلبي ان تكون الحلقة دي كانت مفيدة ليك، واتمنى انك تدعم الحلقة دي بلايك علشان توصل لاكبر عدد من الناس، واتمنى كمان انك تعمل شير لاي حد من اصدقائك او اي حد موجود عندك محتاج يسمع الحلقة دي، وما تنساش الاشتراك الجميل بتاعك، وبحبكم جدا جدا. سلام عليكم.